لو انت عارف الاحتفال ده يقصده بمين اكتب في الكومنتات. انتهى لقاء النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي بفوز النادي الاهلي برباعية نظيفة مستحقة، ويمكن كان المفروض يكون النتيجة اكبر من كده، ولكن ملخص اللقاء: المانجا باظت قبل البليلة ما تبوظ. جاءت أهداف اللقاء عن طريق مروان عطية من ركلة جزاء مستحقة، وهناك شكوك في ركلتين جزاء آخرين، ولكن أنا بعذر الحكم لأن سوء أرضية المباراة هي عنوان الشوط الأول. الشوط الأول كل اللي فيه هو جون مروان عطية وسوء أرضية المباراة اللي كانت أسوأ حاجة في لقاء النهاردة، برغم ان اللقاء كان فيه حاجات كتير كويسة جدا ومكاسب كتير للنادي الأهلي، ولكن أرضية الملعب الواحد كان قلقان من الإصابات بسبب سوء الأرضية. ده ملخص الشوط الأول. بدأ النادي الأهلي الشوط الثاني بطريقة مختلفة شوية، ضغط شوية، فعالية شوية، برغم إهدار الفرص الكتيرة في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان فيه استغلال للفرص بطريقة كويسة جدا من لاعيبة النادي الأهلي. الهدف الثاني جاء عن طريق إمام عاشور، من فكر عالي من إمام في إن هو ما استعجلش في إنه يشوط الكورة، وسع لنفسه وشاط الكورة عشان يضمنها بعيد عن المدافعين، ففكر كويس جدا من إمام عاشور. الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات، ولكن أنا شايف إن الهدف يحسب كله لمحمد عبد الله. محمد عبد الله من افضل اللعيبه في اللقاء النهارده. اسيست يعتبر، انا بعتبره اسيست الهدف الثالث، مش امام عاشور اللي عمل اسيست، محمد عبد الله حافظ على الكوره اطول وقت ممكن، ورقص اللعيب ودخل جوه منطقه الجزاء وعمل خطوره من هجمه تكاد تكون كانت منعدمه شويه او كانت صعبه شويه. فالهدف الثالث عن طريق حسين الشحات، وساهم في الهدف الرابع بتاع احمد رضا، صاروخيه ممتازه من احمد رضا هتفرق كتير معاه كبدايه في الفتره الجايه، انه اول لقاء يجيب هدف زي الهدف ده. ولكن ملخص اللقاء ان الاهلي استغل تعثر الزمالك، وان شاء الله بيراميدز يتعثر وخد الثلاث نقاط مهمين، كل ماتش بثلاث نقاط مهمين، فوز مهم جدا بنتيجه كويسه جدا تدي دفعه معنويه قبل لقاء الزمالك.